بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله. حبايبي تلاميذ الصف الرابع، أهلا وسهلا بكم. هكمل معاكم إن شاء الله حل المتميز، مراجعة المتميز على الصف الرابع، وده يعتبر الجزء الثالث. عندنا جزئين حلنا فيهم تقريبا نص المراجعة، وإن شاء الله نكمل في الفيديو ده باقي المراجعة أو الفيديو الجاي كمان. نبدأ مع بعض كده، بس طبعا نشترك في القناة ونفعل زر الجرس ونحط لايك للفيديو عشان إن شاء الله توصلنا المراجعات أول بأول. هبدأ كده مع بعض. بسم الله. السؤال الأول بيقول لي إيه؟ عدد عوامل العدد 12 تساوي. هو بيقول لي عدد، مش نكتبهم. طيب هي عشان اعرف عددهم لازم اعرف هما كام او اكتبهم. اول حاجة اول عاملين هو الواحد وال12، وبعدين ال12 دي حاصل ضرب كام في كام؟ 2 في 6، يبقى ال2 وال6. وكان في كام كمان؟ ال3 وال4، يبقى ال3 وال4. ما اظن ما عادش فيه، يبقى هو كده خلاص. دول كل عددين دول كده عوامل العدد 12. تعالى نعدهم بقى: 1 2 3 4 5 6. يبقى عوامل العدد 12 كام؟ 6 عوامل. 27 تساوي كام ضعف العدد 9؟ هقسم ال27 على 9. ال27 على 9 فيها الكام؟ ايه العدد اللي اتضرب في 9؟ يديك 27 فيها ال3، يبقى ال27 3 أضعاف العدد 9. الأعداد 1 و2 و5 و10 هي عوامل للعدد. طيب أدا الواحد أول عامل بيتكتب، وأدا ال10 العدد نفسها، والاتنين في 5 ب10، يبقى هو عوامل العدد إيه؟ 10. طيب الأربعة في 8 بيساوي 8 ال14 في 8 بيساوي 8 في 14. ليه يا ولاد؟ دي اسمها خاصية إيه؟ خاصية الإبدال. 140 بيساوي كام؟ 10. أنا هشيل الصفر بتاع ال10، مش كاتب 10، يبقى أنا هشيل الصفر بتاع ال10. يتفضل كام؟ يتفضل 14. 957 في 1 ب957، وبسمي الواحد ده اهو بسميه محايد ضربي. طيب مربع طول ضلعه 5 سنتي، فإن محيط المربع طول الضلع في كام؟ في 4. نفتكر مع بعض طول الضلع في 4، دوما نفتكر القوانين. يبقى ال4 في 5 بكام؟ ب20، 20 سنتي. طيب 48 في 12 بتساوي 12 في كي، فالكي بتساوي كام؟ هو عاوز نكتب الكي بيساوي كام. احنا هنا عملنا خاصية او عملية ايه؟ ابدال، يعني بدلنا، جبنا ال12 الاول وبعدين ال8 وال40، يبقى الكي هنا بيساوي كام؟ 48. مستطيل طوله 8 عرضه 4، فإن مساحته، طيب مساحة المستطيل بيساوي ايه؟ مساحة المستطيل بيساوي الطول في العرض. الطول في العرض، يعني أنا هضرب ال8 في 4، ال8 أهي في 4، ال8 في 4 بكام؟ ب48 سنتيمتر. لا أسفة ب32 يا ولاد. 8 في 4 بكام؟ ب32 سنتيمتر مربع. طيب تمام. مربع مساحته 100، فإن طول ضلعه، طيب مساحة المربع بيساوي إيه؟ طول الضلع في نفسه. إيه العدد اللي اتضرب في نفسه يديني 100؟ ال10. خلاص. مستطيل مساحته 28 عرضه 14، فإن طول، قلت لك المساحة مساحة المستطيل طول في العرض. طب لما يديني المساحة ويديني العرض يطلب الطول، بقسم المساحة على العرض. يا بصوا هنا اديني مساحة المستطيل الطول في العرض، طب هو عايز هنا الطول، هقول له الطول بيساوي المساحة على العرض واقسمهم على بعض. طب لما يطلب العرض اقول له المساحة على الطول. ده في حالة مين؟ في حالة المستطيل. فهنا اعطيني المساحة والعرض وطالب الطول، يبقى انا هقسم المساحة على العرض، يبقى 28 على 4 فيها 7. العنصر المحايد الجمعي هو الصفر. يعني ايه عنصر محايد؟ يعني لما اقول لك صفر اجمع عليه اي عدد، مثلا 30 مثلا او 35، هيديك ايه؟ 35. ده معناه كلمة محايد، ما بيغيرش من ايه في العملية، من قيمة العدد. طيب
ال15 تساوي كام أضعاف العدد 3؟ قلنا هنقسم ال15 على 3. 15 على 3 فيها كام؟ فيها ال5، يبقى 5 أضعاف العدد 3. الأعداد 1 و5 و25 هي عوامل العدد. أدا الواحد أهو، وأدا ال25، والخمسة بخمسة ب25، بس باخد 5 واحدة بس، يبقى هي عوامل العدد 25. إذا كان A في 5 بيساوي 40، فإن 40 تساوي كام أمثال العدد A؟ ال5. 5 أمثال للعدد A اللي هي مضروبة فيه. عدد أولي يقع بين العددين 30 و35 هو؟ طب أدي 30 أولي. ال31 بيقبل الاسم على حاجة يا ولاد؟ لا طبعا. ال31 ما يقبلش الاسم إلا على نفسه وعلى ال31، يعني له عاملين 2 بس. يبقى هنا ال31 هو العدد الأولي المحصور بين ال30 وال35. طب نكمل. 32 زوجي ما بقاش أولي، لأن العدد الزوجي الوحيد الأولي هو ال2، فأي عدد زوجي بعد كده مش أولي. طيب ال33 لا، بتبقى الاسم على ال33 وعلى الواحد طبعا وعلى ال11 وعلى ال3 لا طبعا. ال34 زوجي ما تبقى مش أولي. ال35 لا، ال35 تبقى على ال7 وعلى ال5 وعلى ال61، يبقى بالظبط كده العدد الأولي هو ال31. محيط المربع المقابل. أدا المربع أهو 8 سم، طول ضلعه 8 سم، محيطه طول الضلع في 4، يعني 8 في 4 بتساوي 32. أصغر عدد أولي، بصوا بقول إيه؟ فردي، هو ال3. لكن لو قال لي أصغر عدد أولي بس هيبقى ال2. طب لو قال لي أصغر عدد أولي زوجي هيبقى ال2، لكن طالما قال لي أصغر عدد أولي فردي هقول له ال3. تمام؟ هنا ال2 في 4 في 5 بيساوي 4 في، هنا هغير القوسين بس أهو، ال4 أهي، ويبقى ال2 في 5. العدد نقط هو الوحيد الأولي والزوجي معا، لسه قايلين دلوقتي حالا عدد 2. ال80 كام؟ 10. بصوا أنا هشيل الصفر بتاع ال10 أهو، هيتبقى ال8، يبقى 8 عشرات. إذا كان سي في 6 بيساوي 60، فإن سي بيساوي كام؟ 10. الكام في 6 ب60. محيط المستطيل. محيط المستطيل بيساوي إيه؟ تعالوا نكتب القانون بتاعه هنا. محيط المستطيل بيساوي الطول زائد العرض وبضرب الكل في 2، يعني بجمع الطول زائد العرض وبعدين بضرب في 2. طب هنا طوله 8، عرضه 4، يبقى 8 و4 كام؟ 12، وبرجع اضرب ال 12 في 2 بكام؟ ب24، يبقى ب24 سنتيمتر. نقط هو عامل مشترك لجميع الأعداد. الواحد ده عامل مشترك لجميع الأعداد. نكمل مع بعض. العدد الأولي الذي يسبق العدد 17 هو ايه؟ العدد الأولي يسبق عدد 17. ال17 يسبقها ال16. ال16 الأولية لا، يسبقها ال15. ال15 الأولية لا، يسبقها ال14. ال14 الأولي لا، يسبقها مين؟ ال13. ال13 هو العدد الأولي، يبقى ده مش أولي وده مش أولي وده مش أولي، ال13 هي العدد الأولي. بكل بساطة نرجع ورا كده ونشوف. أصغر عدد أولي هو، بصوا هنا بقى السؤال، أصغر عدد أولي اللي قال لي لفردي ولا زوجي، يبقى أصغر عدد أولي هو ال2 على طول. مستطيل طوله 6 وعرضه 3، فإن محيطه 6 سم وعرضه 3، فإن محيط، لسه قايلين المحيط بجمع الطول زائد العرض واضربه في 2، يبقى بقول له 6 زائد 3 واضرب في 2. 6 و3 9، 9 في 2 ب18. يرسم عمر صورة على شكل مستطيل طولها 8 سم وعرضها سم، فإن محيطها نفس اللي فوق بالظبط، هجمع الطول واجمع العرض واضربه في 2، يبقى 8 زائد 6 كام؟ 14. 14 في 2 بيساوي 28. مستطيل طوله 6 عرضه 5، فإن مساحته بضرب الطول في العرض. المستطيل بضرب المساحة بتاعته بضرب الطول في العرض. خلاص، يبقى ال6 في 5 ب30 سنتيمتر مربع. محيطه 36 سم، فإن طول ضلعه هو طبعا ما قالش هو ايه، بس هو اكيد من محيطه 36 ده ممكن يكون مربع، لان هنا لا قال لي طوله ولا قال لي عرضه. فهنا محيطه 36. انا بقسم ال 36 على 4 لان محيط المربع بيساوي ايه؟ طول الضلع في 4، فبقسم ال 36 على 4 هطلع طول الضلع. 36 على 4 فيها الكام؟ فيها ال9.
خلاص. يبقى هنا كده نفتكر مع بعض محيط المربع عشان نبقى واخدين كل القوانين مراجعينها مع بعض. محيط المربع بيساوي طول الضلع في 4. طب لما يديني المحيط ويديني طول الضلع لما يديني المحيط ويطلب طول الضلع بقسم المحيط على 4. سجادة على شكل مستطيل مساحتها 20 متر وعرضها 4 أمتار، فإن محيطها، خد بالك إن إيه محيطها، قبل ما أجيب محيطها لازم أجيب طولها. عاطيني المساحة 20، المساحة بيساوي الطول في العرض. طيب هو عاطيني المساحة وعاطيني العرض، طالب الطول، يبقى هنا الطول هقسم المساحة على العرض، يبقى 20 على 4 بيساوي كام؟ 5. يبقى الطول هنا هيساوي 5 سنتي. عاوز بقى محيطه، محيطها هجمع الطول زائد العرض واضربه في 2، يبقى المحيط بيساوي 5 زائد 4 ب20 واضربها في 2. 5 زائد 4 9، 5 زائد 4 9. 9 في 2 بكام؟ ب18 سنتيمتر. ما العدد الذي يساوي 5 أضعاف العدد 6؟ يبقى هضرب الاتنين في بعض. 5 أضعاف عدد 6 يبقى أقول له 5 في 6 ب30. مساحة المستطيل المقابل الطول في العرض، دي المساحة. خلاص، يبقى أقول له 3 في 12 ب36 سنتيمتر مربع. هنا 11 مضروبة في 1000. الواحد في 11 ب11، بكتب ال11 وبكتب الثلاث أصفار بتوع ال1000، يبقى 11000. الخمسة في 2 في 3، الخمسة في 2 ب10، 10 في 3 ب30. تمام، ده كده السؤال اللي هو بتاع أكمل، كله كامل أهو. نبدأ مع بعض كده السؤال الرابع كمان. محيط مربع طول ضلعه 4 سنتي، طبعا عايزين نوصل سل من العمود أ ما يناسبه مع العمود ب. محيط مربع طول ضلعه 4 سنتي، محيط المربع بيساوي إيه؟ افتكر معايا، أفكرك تاني. محيط المربع الطول الضلع في 4، طول الضلع في 4، يعني هقول له 4 في 4 ب16 سنتيمتر. فين العدد 16 اهو. خلاص، مساحة المستطيل طوله 4 وعرضه 2، بضرب المساحة بضرب الطول في العرض، 4 في 2 ب8، 8 سنتيمتر مربع اهي. 12 تساوي 4 أضعاف العدد، بقسم ال 12 على 4، ال 12 على 4 فيها الكام؟ فيها التلاتة اهي. عدد يساوي 7 أضعاف العدد 5، بضرب ال7 في 5 ب35، وهي هتبقى رقم ألف فوق. تمام. 18 تساوي 3 أضعاف العدد، بقسم ال 18 على 3 فيها الكام؟ فيها ال6، يبقى هي رقم ج اهي. العنصر المحايد الجمعي هو الصفر على طول. العنصر المحايد الضربي هو الواحد. نفتكر مع بعض الكلام ده مهم قوي. 7 في 1000 ب7000، بحط الواحد في 7 ب7، وبعدين بحط الثلاث أصفار بتوع ال1000 يبقى 7000 اللي هي رقم ب. كمل مع بعض. طيب نكمل. العدد نقط عدد أولي. فين هنا العدد بقى؟ نشوف الأعداد. هنا عندك 31 هو اللي عدد أولي، الواحد مش أولي على فكرة، الواحد عدد واحد غير أولي، هو حد يقول ده الواحد أولي. الخمسة أولي برضو، والعشرة مش أولي، يبقى هنا الخمسة العدد نقط عدد أولي هنقول عليه الخمسة، هنختار الخمسة. وال31 برضو أولي على فكرة. طيب نشوف كده. عامل هنكتب هنا رقم ايه؟ رقم ج اللي هي الخمسة. من عوامل العدد 20 اللي هو العشرة. من عوامل العدد 20، لو نيجي نكتب عوامل العدد 20 كده مع بعض نشوف، هنلاقيه الواحد وال20 اهو، وبعدين الاتنين والعشرة، لأن 2 في 10 ب20، وبعدين الأربعة والخمسة، الأربعة في 5 ب20. أصبح مين؟ العشرة من عوامل العدد 20. عدد أولي يقع بين العددين 30 و35، أيوة، يبقى الإجابة اللي هي رقم إيه؟ رقم ألف. حلو كده. طيب مضاعف للعدد 11 هو مضاعف العدد 11 اللي هو مين؟ ال55. ليه؟ لأن ال11 في 5 ب55، يبقى العدد ده هو يقبل اسم برضو على ال11، يبقى هو من مضاعفاته. عامل من عوامل العدد 20 قلنا مين؟ قلنا العشرة. العدد نقط هو مضاعف مشترك لكل من العددين 6
و8. ال6 و8 ايه العدد اللي يقبل اسم على 6 و8؟ اللي هو يبقى مين؟ ال24. خلاص اهو. ومربع طول ضلعه 5 سم فإن محيط المربع بضرب ال5 في 4، ال5 في 4 ب20 سم، يبقى ال20. تمام. بكده ده الجزء الثالث من المراجعه. هيتبقى عندي السؤال الخامس بقى اللي هو سؤال الاسئله المقاليه او الاسئله الكلاميه. ده اللي هيتبقى عندي ان شاء الله في المراجعه كلها، نعمل بيه فيديو لوحده عشان ما نطولش عليكم اكتر من كده. انتظروني ان شاء الله في الفيديو القادم نكمل مع بعض المراجعه، وربنا يوفقكم. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله.